رسميا امام عاشور اهلاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد على قناتي. وامام عاشور اهلاوي دي تخفيله العمر نادي الزمالك. خروج امام عاشور من الزمالك والذهاب لميتلاند الدنماركي، دي كانت ان امام عاشور ما ياخدش فتره طويله في الدنمارك وبيرجع للدوري المصري عبر بوابه النادي الاهلي، وده كله كان متخطط له طبعا. وامام عاشور اهلاوي، والصفقه دي اللي اخذت ترند في مصر. امام عاشور هيرجع للزمالك، امام عاشور وقع لبيراميدز، امام عاشور في النادي الاهلي. الصفقه دي كانت اهلاويه 100%، لكن النادي الاهلي هيعلن عنها بعد الفوز عن الزمالك وبعد الاحتفال بالدوري المصري. وكان التقديم لامام عاشور اكتر من ممتاز. امبارح الاهلي اعلن امام عاشور لاعب في النادي الاهلي، وطلع في فيديو امام عاشور بيغني السطلانه. وكان النهارده حاضر في مباراه الحرس واحتفل بتتويج النادي الاهلي بالدوري رقم 43، والاهلي بيتعادل مع الحرس. الاهلي احتفل بالدوري المصري وتسلم درع الدوري المصري النهارده بعد التعادل مع حرس الحدود. والنادي الاهلي بينهي الدوري المصري الممتاز بقياده مارسيل كولر بدون هزيمه. الف مبروك للنادي الاهلي الدوري المصري، والف مبروك للنادي الاهلي صفقه امام عاشور اللي هتكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. قبل ما نبدا فيديو النهارده وحلقه النهارده، معكم حسن نور، دي قناتي على اليوتيوب. فضلا وليس امر الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ودعموا الفيديو بلايك وكملوا معايا الفيديو للنهايه. وقبل ما نبدا الفيديو على بركه الله ما تنساش تصلي على النبي. امام عاشور دي صفقه القرن او تخفيله القرن من الاهلي لنادي الزمالك، والصفقه دي اخذت ترند كبير في مصر. امام عاشور هيجي النادي الاهلي، امام عاشور تعاقد مع النادي الاهلي، الاهلي تعاقد مع امام عاشور. لا، امام عاشور وقع البيراميدز. امام عاشور زملكاوي وابن الزمالك، وهيرجع من ميتلاند الدنماركي للزمالك بعد احتراف امام عاشور والذهاب لميتلاند الدنماركي. امام عاشور بيرجع يتعالج في مصر. ليه امام عاشور ما راحش يتعالج في المانيا او يتعالج في الدنمارك؟ اشمعنى مصر اللي رجع يتعالج فيها؟ رجع مصر عشان يتعالج عشان النادي الاهلي يتعاقد مع خروج امام عاشور من الزمالك. هيرجع مصر للنادي الاهلي والنادي الاهلي يتعاقد معاه. يعني كانت مطبوخه 100% من جانب النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. والصفقه دي اخذت فتره طويله ان النادي الاهلي اعلن ان امام عاشور في النادي الاهلي، وعقد امام عاشور مع النادي الاهلي لمده 5 سنوات ب3 مليون دولار. رحيل حمدي فتحي رشح ان خليفته يكون في الملاعب. امام عاشور لاعب خط وسط ممتاز، ولاعب يعني شويط، ولاعب مهاري، ولاعب بيباصي حلو، وان شاء الله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. انا واحد من الناس كنت بقول امام عاشور مش حابه في النادي الاهلي، لكن انا اكتر حاجه مبسوط منها هي تخفيله اداره النادي الاهلي للزمالك واخدوا منهم امام عاشور. والحاجه الثانيه اللي عايزينها من الزمالك هو احمد ابو الفتوح اللي هيكون بديل علي معلول. الصبر شويه واحمد ابو الفتوح هيجي النادي الاهلي. خلينا في صفقه امام عاشور. دي صفقه امام عاشور عامله حرقان كبير، عامله يعني حتى تقديم النادي الاهلي كان اكتر من ممتاز. امام حضر مباراه القمه والتقديم والتخفيل. يعني شوف، انا حاضر مباراه القمه وخدت منك امام عاشور، غير كده الاهلي بيشغل سرينا قبل اعلان الصفقه لامام عاشور. هل النادي الاهلي كان يقصد بيها ان هو ياخر صفقه امام عاشور او فيها حاجه من كده؟ لا، النادي الاهلي رغب في اعلانه عن امام عاشور وتقديمه لجماهير النادي الاهلي اللي تخطى تقديم ميسي مع ميامي الامريكي. يعني احنا بنشوف يعني صفقه تقديم امام عاشور النادي الاهلي. النادي الاهلي من اكتر الانديه في العالم ليها شعبيه في مصر وفي الوطن العربي، والمشاهده بتاعه تقديم امام عاشور الفيديو تخطى 10 مليون مشاهده. امام عاشور اهلاوي، الصفقه دي هتدي يعني كده حاجه كده معنويه لامام عاشور، وكمان اضافه كبيره لخط وسط النادي الاهلي والنادي الاهلي. كمان امام عاشور بعد ما اعلن ان هو لاعب اهلاوي صرح وقال لك انا جاي النادي الاهلي عشان اقدر اشارك في كاس العالم للانديه، واحقق بطوله دوري الابطال والسوبر الافريقي، واحتفل بالبطولات والمشاركه في البطولات مع النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي نادي كبير واي لاعب يتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي.
امام عاشور اللي اخذ يعني كلام كبير من جماهير الزمالك. امام عاشور هيدي قفل النادي الاهلي. امام عاشور ابن الزمالك ومحبوبه وحبه لجماهير الزمالك وحبه للزمالك، مش هيتخلى عن الزمالك ويروح النادي الاهلي. لكن امام عاشور لاعب عايز يحتفل بالبطولات ويشترك في المباريات ويشارك في البطولات العالميه زي كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا، ويحصل على دوري الابطال ويكتب التاريخ مع النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي كان حابب ان يضم امام عاشور عشان يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي في وسط الملعب بعد رحيل حمدي فتحي. الاهلي اعلن رسميا التعاقد مع امام عاشور قادم من ميتيلاند الدنماركي بعد رحيله عن الزمالك والاحتراف في الدنمارك. امام عاشور طالع في فيديو امبارح بيغني ومبسوط وسطلانه سطلانه، يعني حاجه اكتر من كده. والنهارده بيحتفل هو وكهربا بعد الاحتفال والتتويج بالدوري المصري للنادي الاهلي رقم 43. اللاعب مبسوط و100% ومزاجه عال. انا اهلاوي، انا زملكاوي، انا عايز اولا راحتي النفسيه، المكان اللي اجد فيه التقدير والاحترام والود والادب المتبادل. مش هيكون عندي رئيس نادي لما بغلط غلطه صغيره يطلع يقول اختك، لا امك، لا ستك، الكلام ده اللي ملوش لازمه، ما ادخلش في خصوصيات الناس. فانا شايف ان امام عاشور اختار النادي الصح، اختار الطريق الصح، اختار ان هو يكتب تاريخ لنفسه مع النادي الاهلي، وهيكون ان شاء الله اضافه كبيره للنادي الاهلي. وكل الاهلاويه احتفلوا بامام عاشور. ايوه، في ناس بتطلع بتقول لك النادي الاهلي نادي القيم والمبادئ ونسي القيم والمبادئ، وامام عاشور غلط في صالح سليم. عشان كده النادي الاهلي هيعمل برومو خاص وتقديم خاص لامام عاشور، هيطلع يعتذر لصالح سليم الله يرحمه. والنهارده بنشوف لافته كويسه ودعم كويس من لاعبين النادي الاهلي قبل مباراه حرس الحدود في اخر مباريات الدوري المصري الممتاز. بيدعموا مروان عطيه بعد وفاه والده الله يرحمه، وشابوه للاعبين النادي الاهلي واحسن ما في المباراه النهارده اللي عملوه لاعبين النادي الاهلي الدعم المعنوي لمروان عطيه عشان بيترحموا على والده الله يرحمه. والنادي الاهلي لعب مباراه اكتر ممتازه النهارده. النادي الاهلي تعادل مع الحرس، قدم مباراه كويسه بعض الشك. الحرس في اخر ترتيب في الدوري المصري الممتاز بس دي مباراه واخر مباراه في الدوري ومفيش ضغط، ولا لاعيبه النادي الاهلي نازله على اعصابها ومتعصبه وعايزه الفوز. فالمباراه دي زي الفوز زي نخسر، لكن مارسيل كولر طبعا كان حابب ان هو يفوز عشان ينهي الدوري بشكل ممتاز جدا. دوري خارج الاهلي بدون هزيمه في الدوري المصري الممتاز. كولر حقق البطولات مع النادي الاهلي على الصعيد المحلي والصعيد الافريقي، فاز بدوري ابطال افريقيا وفاز بالسوبر المصري وفاز بكاس مصر وفاز بالدوري المصري الممتاز. غير كده النادي الاهلي مختلف عن الموسم اللي فات. الاهلي كان بينافس على الدوري، الزمالك حصل على الدوري المصري الممتاز. الاهلي قال لك ايوه احنا هنكمل على كده، احنا وحشين. النادي الاهلي لم نفسه وعمل صفقات كويسه وبدا الموسم بشكل مختلف بمدرب مختلف بصفقات مختلفه. الاهلي جمع بعض اللعيبه، خلى في انسجام بين اللعيبه. غير كده كولر ادى دعم معنوي للعيبه. اي لاعب بينزل الملعب عايز يقدم افضل ما عنده، يكون في مستوى معنوي للاعب اولا من المدير الفني. عشان كده كل لاعب اهلاوي بيثبت نفسه في الملعب ان انا الافضل وانا عايز ادي وانا موجود هنا اهو، امكانياتي تسمح ان انا اشارك في التشكيله الاساسيه. عشان كده شفنا النادي الاهلي حصل البطولات المحليه والبطولات الافريقيه، دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري، كاس مصر والسوبر المصري، ده كله بقياده مارسيل كولر. وكمان دوري بدون هزيمه. صفقات النادي الاهلي الموسم ده هتدي اضافه كبيره للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه، وان شاء الله يقدر يقدم مستوى يليق بالنادي الاهلي ان شاء الله في شهر 12. الف مبروك علينا امام عاشور، والف مبروك صفقه امام عاشور اهلاوي والراجل مبسوط، وتكفيله القرن وصفقه القرن للاهلي وتكفيله القرن لنادي الزمالك. الاهلي وحرس الحدود والاحتفال بالدوري المصري الممتاز.
اخر مباراه في الجوله ال 32 والاهلي بيتعادل تعادل ايجابي. مش مهم نفوز النهارده، ختامه مسك، فزنا بالدوري، احتفلنا بالدوري. محمود كهربا بيسجل اخر هدف للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز. خالد عبد الفتاح بيسجل هدف في مرماه. هي التشتيته وحشه يا خالد عبد الفتاح، لكن اللي جاي خير باذن الله. الاهلي لعب مباراه كويسه، الاهلي شارك اكتر، لاعبين بيقعدوا على الدكه احتياطي وظهروا بشكل ممتاز جدا، وفي مكاسب لبعض اللعيبه اللي بيقعدوا في الاحتياطي وبعض اللعيبه الشباب اللي صاعده في لاعبين النادي الاهلي. غير كده الموسم اللي جاي هنشوف النادي الاهلي بشكل مختلف كمان، وهنشوف باذن الله مهاجم سوبر من العيار الثقيل في النادي الاهلي. مباراه النهارده كده كانت اخر مباراه، هنحتفل بالدوري، كل اللعيبه مبسوطه، امام في المدرجات مبسوط، كهربا مبسوط. ان شاء الله النادي الاهلي واداره النادي الاهلي تضع حل لغرامه كهربا. اللاعب النهارده كل تفكيره، انا شايف كده كل تفكيره في الغرامه، عايز يسددها باي طريقه. اداره النادي الاهلي تحل مشكله غرامه كهربا عشان يرجع ويركز في الملعب بس، ويكون تفكيره في كره القدم، مش يفكر في الغرامه والحوارات اللي بتيجي على كهربا. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي الموسم اللي جاي يحصد كل البطولات بقياده مارسيل كولر، المدرب المحنك اللي حبه كل جماهير النادي الاهلي. يا عم اهلاوي اتبسط واتدلع وحفل، خدنا الدوري وخدنا امام ودوري ابطال افريقيا، ولسه اللي جاي احسن كمان. لسه كولر راجل ما بيكتفيش، لا بطولات لا فوز، راجل ملك الثلاثيات وملك الاربعات وملك الخمسات، وخلي الزمالك يطبخ كده على نار هاديه. هو الجو حر وعرقانين، لكن كله يهون عشان النادي الاهلي. احنا كده عملنا كل حاجه الموسم ده، بطولات، صفقات، كله تمام. كنا النهارده عايزين نفوز على الحرس، ننهي الدوري المصري بفوز كاسح لحرس الحدود. وكهربا سجل الهدف في الدقيقه 97، لكن الحكم احتسبها لمسه يد على محمود كهربا. مش مهم يا عم، تعادل ايجابي، الحرس اخر الترتيب وضمن الهبوط، والاهلي حصل على الدوري، مفيش مشكله ان احنا نطلع تعادل. لكن الحمد لله الاهلي اخذ الدوري واخذ امام عاشور من الزمالك، وادالهم احلى تخفيله في القرن ال21، ولسه كمان اللي جاي احلى. اهدوا اهلاويه، ان شاء الله هيكون لنا فيديو تاني عن مهاجم النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي، وفي كلام بيقول عن لاعب الجيش الملكي المغربي رضا سليم واللاعب جوستوفا سوزوكا. يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكون عنده مهاجم من العيار الثقيل. استنوا فيديو خاص عن المهاجم وعن صفقات النادي الاهلي. كده وصلنا للفيديو النهارده وحلقه النهارده. دي قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.